بسم الله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ممن بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام
الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك برب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك برب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
السلام عليك أتقى الأنبياء يا نبي ابن القدام قد جلى عنا الظلام يا نبي ابن القدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكم وحبانا بالهدى واستقام فحكم يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكم وحبانا بالهدى واستقام فحكم صفوة الرب الجليل أنت طهرت الحرام صفوة الرب الجليل أنت طهرت الحرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكم وحبانا بالهدى واستقام فحكم جئت أوقدت الأنام ورفعت للهمام جئت أوقدت الأنام ورفعت للهمام يا أبا الزهراء يا خير عرب وعجم يا أبا الزهراء يا خير عرب وعجم يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام يا نبي من القدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكم وحبانا بالهدى واستقام فحكم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة
تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر سر انتشر منه في عالم البطون والظهور، ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده،
وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه ودرس فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتغيروا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما دعنا قد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المغلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار الظهور وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن
كانت الألسن لدى في بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز فسر السرور إلى فؤادي وخيما. عرج السماء
فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. في جنة ما شقاني من وصفها إلا لكون الحب فيها خياما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. ما زمزم هذه بذكر نازلها إلا وانعاشني إذا ما زمزم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحاشا وتكتما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم.
حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب وانوة هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور. وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وطئ أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي
ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وفاني ربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجودي يا رسول الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا
وجب الشكر علينا ماذا عن الله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا عن الله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم الأرواح منا وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Qala al-Syekh Abu Hasan al-Syadili radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun min babillah. Ketika kamu melihat dirimu berpaling daripada orang-orang yang dekat kepada Allah, kamu jauh daripada orang-orang yang orang tadi itu adalah kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, fa'lam maka ketahuilah annaka sesungguhnya kamu matrudun adalah orang-orang yang tertolak min babillah daripada pintu-pintu rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah adalah cara usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bergabung dengan orang-orang yang baik, bentuk usaha kita agar supaya kita menjadi orang yang baik.
Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan, man lam yatagarrab bi ahlil gurub ma garab. Orang yang tidak mau mendekat kepada orang yang dekat, ma garab, maka orang tadi itu tidak akan dekat kepada Allah. Dekati dulu orang yang dekat, maka kita akan dekat. Hadiri majelisnya, ambil ilmunya, ambil faedah dan hikmah-hikmah darinya. Jangan kita setelah meninggal para ulama sulaha, kita rebutan mayat mereka, kita rebutan keberkahan daripada mereka, padahal ilmu mereka jauh lebih berkah. Memandang wajah orang yang soleh jauh lebih berkah. Bergabung dengannya, duduk bersama mereka adalah merupakan satu keberkahan dan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aita nafsika mu'ridatan, ketika kamu menyaksikan dirimu enggan bergabung dengan ahlillah, cenderung berpaling daripada orang-orang yang soleh, fa'lam annaka maqrudun an babillah, ketahuilah kamu berarti tertolak dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah dekat kepada orang yang baik, dekat kepada orang yang soleh, dekat kepada mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah lewat orang, sudah dekat sama Allah langsung, tayyib, ahlan wa sahlan. Tidak pakai lewat ulama, tidak pakai lewat para aulia, tidak pakai lewat orang, langsung silahkan kalau anda mampu. Karena kita adalah orang yang biasa, yang setrum kita kecil, setrum mili-mili, voltase toron, gabung, babonan. Ibarat air, kita air kurang 2 kulah. Repot kalau mereka tabahur, ya tabahar, mereka lautan yang tak bertepian, luas ilmunya, luas amalnya. Kalau kita kemungkinan bisa langsung mendekat kepada Allah, tapi sangat lebih cepat lagi manakala kita bergabung mendekatkan diri kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jalasal akhyar saral akhyar walau kana minal ashrar. Barang siapa yang duduk dengan orang yang baik, maka orang tadi itu akan dikumpulkan, akan dijadikan orang yang baik sekalipun dia asalnya orang yang buruk. Wa man jalasal ashrar sara minal ashrar walau kana minal akhyar. Dan barang siapa orang duduk dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan dijadikan orang yang buruk, lambat laun, sadar ataupun tidak sadar, mau atau tidak mau, dia tadi itu akan dicatat golongan orang yang buruk walaupun dia dari golongan orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gabung. Sampean cek fanatik belin boleh, cek fanatik ke gula, cek fanatik dak majlis, fanatik dak orang sesoleh, habaibkah, ulamakah, ustadzkah, kiaikah, selama kita pandang dia adalah orang yang dekat, dengan memandangnya kita ingat kepada Allah, dengan bergabung dengannya kita semakin semangat untuk taat kepada Allah. Hadiri, lazimi, jangan sekali-kali kami jauh daripada orang-orang yang seperti itu. Repot yang akhir zamannya. Ketemuan bi orang nikah mak nambahin cinta dunya, nambahin cinta kemaksiatan des. Pelannya cuma 2. Sampian senyengke atau orang ini karo nyengke. Mau nonton? Coba-coba. Cek coba-coba. Cek coba-coba. Manjalas janas, uman sohab sahab. Orang yang kumpul dia akan sama dengan orang yang dia jadikan sebagai teman kumpulnya. Yang duduk dia akan sama dengan orang yang dengan siapa dia duduk. Bergabung dengan majelis yang baik, bergabung dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, hak, ya, bergabung dengan majelis ilmu, maka niscaya kita akan mendapatkan ilmu. Kita introspeksi, kita muhasabah. Jika kita sudah berpaling daripada orang yang soleh, ahlillah, sadarlah, ketahuilah bahwa kamu menjadi orang yang tertolak dari pintu-pintu rahmat Allah, tertolak daripada pintu-pintu tobat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari orang yang dapat mendapatkan ilmu, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kumpul dengan dia kita semakin bertakwa,
semakin semangat, semakin taat, maka dengan kumpulnya kita insya Allah kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang ada hubungan sambungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perkumpulan yang semacam ini namun tidak terikat atau terkait dengan Rasulullah, maka kita tidak akan kumpul selama-lamanya. Ya, kita harapan besar kita kumpulnya kita saat ini mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah daripada Allah SWT, hingga kita diberikan kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita ditemukan dengan orang yang dapat menggiring kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم رايات القوم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين خصوصا في فلسطين
وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين بلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة والسلام بسير الفاتحة.